ده توست بايت. هنحول توست الحبة الكاملة البايت لكسكسي مفلفل والنتيجة جبارة. هيكون معاكي كسكسي صحي وغني بالألياف وجميل جدا. أنا عملت معاكم توست الحبة الكاملة مرتين، مرة في القالب ومرة في صفيحة السمنة، والنتيجة كانت تحفة. هسيب لكم الفيديوهات في صندوق الوصف علشان اللي عايز يشوف الطريقة. طبعا التوست مفهوش ولا غلطة، بس التوست معانا بايت. اي توست حتى لو هتشتريه من بره وبات معاكي ولقيتيه مفرول وبقى بايت او ناشف ومش هيتاكل، اعملي معايا الخطوات دي. او لا قدر الله عملتي وصفة التوست وطلعت مش ناجحة، طبعا ده في حالة انك ما شفتيش وصفة ام هنا. يعني من الاخر النهارده هنعمل اعادة تدوير للتوست البايت او الناشف او المفرول. ما بنرميش اي حاجة، الحاجة مكلفة جدا، وكل ما نحافظ على نعمة ربنا البركة تزيد في بيتنا. زي ما شفتي بقى انا جبت التوست بتاعي وبدأت اقطعه واحطه في الكبة وبدون اي اضافات. التركه بقى المهمه ان احنا واحنا بنضرب التوست بتاعنا في الكبه لازم تكون ضربات متقطعه، يعني ما ينفعش نضرب ضرب مستمر علشان ما يبقاش ناعم قوي. احنا عايزين نحوله لحبيبات صغيره بس مش ناعمه، تمام؟ فهتفضلي تضربي ضربات متقطعه زي ما قلتلك. بصي في ثواني هتوصلي للنتيجه الخطيره دي. برضو تبصي عليه علشان تشوفي ايه درجة النعومة اللي انت بتحبيها للكسكسي. انا بحب الكسكسي كده تكون الحبيبات كده بالشكل ده. شايفين بسم الله ما شاء الله الحلاوة؟ كسكسي ده ولا مش كسكسي؟ يلا نشوف الخطوة اللي بعد كده. معانا طاسة هنحطها على النار وهنجيب بقى حتة زبدة كده فلاحي او سمنة. ممكن طبعا تستخدمي زبدة او سمنة بلدي اي حاجة. اهم نقطة بقى ان احنا هنشتغل على نار هادية، لازم الطاسة بتاعتك تسخن كويس والسمنة تسيح بس على نار هادية علشان ما تتحرقش. وبعد ما نتأكد ان السمنة بتاعتنا ساحت كويس وسخنة، ننزل بقى عليها بالكسكسي وهنفضل نقلب من دقيقتين ل3 دقايق لحد ما نتأكد ان كل حباية كسكسي اتغلفت بالسمنة كويس جدا. عايزه اقولك الخطوه دي بتدي للكسكسي ريحه وطعم جميل وتخليه مفلفل وما يعجنش ابدا. تعالي بقى اما اقولك لو انتي التوست بتاعك ناشف، يعني انا التوست بتاعي بايت ومفرول انما مش ناشف، فانتي في الوقت ده وانتي بتقلبي الكسكسي مع السمنه هتجيبي شويه ميه دافيه وترشرشي ميه بسيطه جدا جدا بصوابع ايدك على الكسكسي عشان تطريه شويه. بس خدي بالك بنحط قطرات ميه بسيطه جدا وترشرشي نقط بسيطه قوي بصوابع ايدك، تمام؟ طبعا ده في حاله لو التوست بتاعك ناشف قوي زي ما اتفقنا، انما لو التوست مش ناشف مش هتعملي اي حاجه غير اللي انا عملتها، ان احنا نغلفه ونقلبه مع السمنه لمده دقيقتين 3 على النار وبس كده جاهز معاكي. حطيت عليه بقى سكر بودره من فوق، شويه جوز هند، زبيب. بصي اعملي فيه بقى اللي انت عايزاه. انا ما بقتش مصدقه اني باكل كسكسي بالطعامه دي وانا ما تعبتش فيه وما خدش مني اي وقت خالص. ما شاء الله، بألف هنا وشفا. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.